السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وبأحسن حال. معاكم أحمد صلاح من قناة دروس أونلاين، وإن شاء الله النهاردة هنشرح دالة اف الشرطية بأبسط طريقة. قبل أي حاجة ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد إن شاء الله. يلا بينا. طبعا الداله اف هي داله شرطيه. معنى كلمه شرطيه ان انا بدي الاكسل شرط معين وبقول له لو الشرط ده اتحقق اكتب لي كذا، ولو ما اتحققش اكتب لي كذا، وانا اللي بختار للاكسل يكتب ايه بالظبط في حاله تحقق الشرط او عدم تحققه. طيب الداله اف اجيبها منين؟ عندي طريقتين. النهارده هنستخدم اول طريقه اللي هي ابسط طريقه نعمل بيها الداله اف، سواء كانت داله اف ذات الشرط الواحد او داله اف باكثر من شرط. اول حاجه بالنسبه للنتيجه هنا، انا عايز دلوقتي ان انا مثلا كل اللي معديين المية، كل اللي معديين المية يبقى مكتوب عليهم ناجح، واي حد درجته اقل من 100 هيبقى ايه؟ مكتوب عليه راسب. طيب اعمل الكلام ده ازاي؟ دي دالة اف اللي هي ذات الشرط الواحد. طيب نعملها ازاي؟ اول حاجة هنعمل سيلكت على الخلايا اللي هنكتب فيها الدالة. تمام. وبعد كده نجيب دالة اف من هنا. شايفين الاف اكس دي؟ هنضغط عليها. تمام. ادي دالة اف قدامنا. طيب لو انا فتحت وما لقيتش دالة اف قدامي هجيبها منين؟ هقوم داخل على السهم ده واختار لوجيكال. تمام. وهتلاقي دالة اف ظهرت قدامك. تمام. دبل كليك عليها. ادي الشرط بتاعنا اهو بتاع دالة اف. اول حاجة عندي اللوجيكال تيست. اللوجيكال تيست دوت هو الشرط اللي انا بديه للاكسل. طيب ايه هو الشرط اللي انا عايزه دلوقتي؟ هقول له ان الشخص ده لو جايب اكبر من او يساوي المية تكتب لي ان الشخص ده ناجح. ما كانش ان هو الدرجة بتاعته اقل من المية هتكتب لي عليه راسب. تمام. وهقوم دايسين اوكي. جاب لي ناجح. هو الشخص ده جايب 190 فالشخص ده ناجح. طيب هنعمل ملء تلقائي زي ما اتعلمنا في الحلقات اللي فاتت بالشكل ده، او اسمها اوتو فيل. وهنسيب ايدينا من على الماوس اهو. 190 ناجح، 180 ناجح، 150 ناجح، جه على 100 برضه ناجح. ادي 98 اهو اقل من 100 فكتب لي عليه راسب. نفس الحكايه هنا في 98 راسب، وهكذا. اي حد هيجيب اقل من 100 هيبقى راسب. يعني تعالوا كده مثلا ال 190 ده هنكتبه مثلا 70. الناجح اتحولت للراسب على طول. تمام. بكل بساطه هنرجعها تاني 190 ناجح. طيب دي كانت دالة اف ذات الشرط الواحد اللي انا بحط له شرطين، اللي انا بحط له شرط واحد بس ان هو يا ناجح يا ساقط، بس مش اكتر من كده. طيب بالنسبه بقى لدالة اف اللي هي باكثر من شرط، دي هتتعمل ازاي؟ دي داله طويله شويه بس سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. برضو هنيجي عند الخانه اللي هنعمل عليها الداله. تمام. ونضغط على الاف اكس بنفس الطريقه، وهنختار داله اف بالشكل ده، وهنكتب الشرط بتاعنا. بقول له ان الشخص ده لو جايب اكبر من او يساوي ال 190 اكتب لي عنده ان هو ممتاز. ما كانش دي بقى اكثر من شرط، فانا مش هكتب الشرط هنا. هضغط على الاف هنا اهي. اول ما انتظر ان هي تتحول للاف هضغط عليها. هيجيب لي تاني الشرط اللي بعده. هقول له ان الشخص ده لو جايب اكبر من او يساوي 180 اكتب لي عليه جيد جدا. ما كانش هنضغط هنا. اقول له ان الشخص ده لو جايب اكبر من او يساوي 150 اكتب لي عليه جيد. ما كانش كده هنضغط هنا. اقول ان الشخص ده لو جايب اكبر من او يساوي 100 اكتب لي عليه مقبول. طيب لو كل الشروط دي ما اتحققتش بقى هنيجي على اخر شرط، ان اللي هو لو ما حققش كل ده اكتب لي عليه راسب. تمام. ونضغط اوكي اهو.
190 جاب لي ان الشخص ده ممتاز. طيب هنسحب. دي التقديرات اللي عملها لي اهو. الشخص ده 190 فالشخص ده ممتاز، الشخص ده 180 جيد جدا، 157 بتحط في خانة الجيد، وال100 اهو، 100 يساوي 100 او فوق ال100 تبقى مقبول، واقل من 100 بقى راسب. تمام. وراجع تاني اهو، ممتاز، جيد جدا، حسب التقديرات. دي بكل بساطة اللي هي دالة اف اللي باكتر من شرط، مش بشرط واحد. خانة النتيجة دي عملنا فيها دالة اف اللي هي بشرط واحد بس، اللي هي يا ناجح يا ساقط، بس كده. اما في خانة التقدير هنا عملنا فيها دالة اف اللي هي باكتر من شرط، ان احنا حطينا فيها كذا شرط، يا اما ممتاز، يا جيد جدا، يا جيد، يا مقبول، يا اما راسب. تمام جدا. في الحلقة اللي جاية ان شاء الله هنتعلم نكتب دالة اف بالطريقة دي، ان احنا نكتبها بايدينا. تمام. دالة اف ذات الشرط الواحد هنكتبها بايدينا، ودالة اف اللي باكتر من شرط برضه هنكتبها بايدينا. حكاية سهلة ما فيهاش اي حاجة، بس عايزة شوية تركيز. تمام. طيب تعالوا كده نروح للجدول بتاعنا ده. فاكرينه؟ فاكرين لما كنا سايبين خانة النتيجة دي لمعادلة اف؟ تمام. يلا بينا نعمل هنا معادلة اف اللي هي ذات شرط واحد. هنيجي عند الاف اكس دي، نضغط عليها بالشكل. تعالى نخليهم من هنا كده قبل المجموع. هنختار دالة اف. تمام. ننزلها تحت هنا كده. تمام. هنقول ان الخانة دي بتاعت المجموع دي لو اكبر من او يساوي 100 اكتب لي ان الشخص ده ناجح، ولو اقل من 100 غير كده يعني هيبقى راسب. ونضغط اوكي. كتب لي هنا اهو الشخص طبعا جايب 135 فهو اكتر من 100 اهو. نيجي نسحب، ناجح ناجح، وده راسب وده راسب. عشان كده كنت سايب الخانة دي فاضية في الحلقة بتاعتها، كانت الحلقة الثالثة تقريبا. تمام. تعالى نرجع تاني للجدول بتاعنا. وبكده يا شباب انتهت حلقتنا النهاردة مع دالة اف اللي هي ذات الشرط الواحد واللي بأكتر من شرط. دي أبسط طريقة ليها. هنكمل بقى بإذن الله في الحلقة اللي جاية الطريقة التانية. ما تنسوش تدعمونا وتعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد إن شاء الله. شكرا لكم يا شباب، مع السلامة.